تخيل معايا كده دكتور معروف وناجح ومشهور اتكتب عنه في الصحافة واتعمل معاه لقاءات في التلفزيون. الناس كلها كانت بتسميه طبيب المشاهير. لكن فجأة كل الهالة دي وقعت وظهر وش تاني خالص. قضية قلبت مصر كلها سنة 2020، واللي فيها كل الناس سألت نفس السؤال: ازاي ملاك الرحمة يتحول لشيطان؟ وازاي الشخص المفروض يعالج الناس يكون هو نفسه الجاني؟ القصة بتبدأ من زمان، سنة 1982. شاب اسمه باسم من عيلة كبيرة كلها دكاترة. هو نفسه كان نفسه يدخل طب بشري ويتخصص في الجراحة، لكن مجموعه الثانوية ما دخلش طب، فاضطر يدخل طب أسنان. من جواه كان عنده إحباط، لكنه قرر إنه يثبت نفسه بأي طريقة، وبالفعل خلص دراسته بدرجات عالية وتعين في مستشفى حكومي في الصعيد. لكن من أول يوم شاف قد إيه في إهمال وعدم تحكيم، والدنيا ماشية بالعشوائية. اتخانق مع زمايله كتير واتعرض للتحقيق أكتر من مرة لحد ما تعب ومرض، وقرر يسيب شغله الحكومي خالص ويستقيل. ومن هنا بدأت قصته اللي هتوصله لحتة محدش يتخيلها. سنة 1983 اشتغل في عيادة دكتور أسنان مشهور، واللي شاف فيه ذكاء ومهارة وقال له: كمل برا مصر، عندك مستقبل. وبالفعل سافر سويسرا وتخصص في زراعة الأسنان، تخصص جديد وقتها ومحدش كان فاهمه قوي. وبعد سنين رجع مصر وبدأ يلمع نجمه بسرعة. أجرى عمليات معقدة نجحت بشكل مبهر، ومن هنا بدأ اسمه ينتشر في الصحافة والناس تتكلم عنه. فتح عيادته الخاصة وكون فريق من الشباب واهتم بولاده وخلاهم يدخلوا كلية طب الأسنان زيه. حياته كلها كانت نجاح وفلوس وعلاقات، ومع الوقت بقى فعلا طبيب المشاهير. صور مع فنانين وإعلانات في الشوارع، لقاءات في التلفزيون، لدرجة إن صوره بقت في كل مكان. لكن ودي الكلمة اللي بتغير أي قصة، لكن الحقيقة كانت أبشع من كل ده. في يوم من الأيام فنان كبير كتب منشور على السوشيال ميديا، كتب فيه إن باسم حاول يتعدى عليه من سنين في نادي الجزيرة. الفنان حكى إنه فضل ساكت أكتر من 30 سنة لحد ما واجهه تاني في الأسانسير وقال له كلام صادم. ساعتها ما قدرش يسكت وقرر يفضحه. المنشور عمل زلزال، لأن بعدها انهالت عليه تعليقات ورسائل من شباب ورجالة كلهم بيحكوا نفس النوع من المواقف. 130 رسالة مليانين قصص صدمة. ومن ضمن الرسائل كان مغني مشهور طلع هو كمان وحكى انه هو شاب صغير اتعرض لنفس اللي الفنان حكاه. الموضوع موقفش هنا، بدأ يظهر ضحايا كتير. في اللي قال انه كان مريض عنده، وفي اللي قال انه كان شغال معاه، وفي اللي اكد ان الدكتور كان بيهددهم بفيديوهات علشان يفضلوا ساكتين. النيابة بدأت تحقق واحد ورا التاني. الضحايا اتكلموا. في شاب حكى انه راح يشتغل عنده، لكن الدكتور حاول يستغله، ولما رفض لفق له تهمة سرقة. وفي دكتور شاب كان بيغير هدومه في الغرفة، وفجأة لقى الدكتور وراه بيحاول يلمسه، ولما اعترض هدده انه يبوظ سمعته وسط اهله. الادله كبرت وشهادات الضحايا اتجمعت، والاخطر ان في فيديوهات اتسربت تظهره مع ضحايا في اوضاع مريبه. ومن هنا القضيه ما بقتش مجرد كلام. باسم اختفى فتره، واهله حاولوا يشتروا سكوت الضحايا ب10 مليون جنيه، لكن محدش قبل. وبعد ما اتقبض عليه المحامي بتاعه نفسه اتنحى واضطر يجيب محامي تاني. في جلسات المحكمة وأمام كل الأدلة والشهادات ما قدرش ينكر، واعترف وقال إن عنده اضطراب نفسي وسلوكي. وأخيرا يوم 15 يوليو 2021 المحكمة قالت كلمتها: السجن المشدد 3 سنوات عن التهمة الأولى، والسجن 3 سنوات عن التانية، و3 سنوات عن التالتة، و7 سنين عن الرابعة. وبكده اتحكم على طبيب المشاهير بالسجن المشدد.
قضية هزت مصر كلها وخلت الناس تفكر ازاي شخص ناجح ومشهور وعنده كل حاجة يختار الطريق المظلم ده. ودي كانت قصتنا النهاردة من قضايا الصندوق الأسود. لو شايف إن القصة تستحق الناس تعرفها شارك الفيديو واكتب لنا في التعليقات ايه أكتر حاجة صدمتكم في الحكاية دي. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قصصنا اللي جاية. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، استنونا في الحلقات اللي جاية وسلام.